السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جمهورنا، يا جمهور قناة اجمل توينز في مصر؟ ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة. النهاردة بقى زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل طريقة الليمون المكمور، اسهل طريقة لعمل الليمون المكمور، بيبقى جميل جدا وبيغيب معاكي من السنة للسنة. هقولك بقى الطريقة وهوريك المكونات. زي ما انت شايفة معانا كده ده ليمون، انا سلقته وغيرت له الميه 4 ايام. يعني تسلقي الليمون وتغيبي تغيروا له الميه 3 ايام او 4 ايام. زي ما انت شايفه كده شكله جميل واصفر معانا خالص اهو. ودي المكونات اللي هتتحط عليه. دي شطه حمراء وشطه خضراء انا عاملاهم قبل كده وكانوا عندي في التلاجة. وده ملح، وده كركم وحبه البركه. وده كيلو ليمون انا فرماه في الخلاط اهو. شايفين الليمون ده 3 كيلو، حطيت له كيلو بحاله اهو ليمون معمول في الخلاط كده، عشان هو الليمون ده اللي هيبقى المادة الحافظة اللي هيخليه يغيب معاكي من السنة للسنة، ما يجرالهوش حاجة ان شاء الله بإذن الله. واعملوه بالطريقة دي وان شاء الله بإذن الله هيغيب معاكم ومش هيجراله اي حاجة، وهيبقى جميل زي العجوة، هيبقى زبدة كده، زبدة معاكي. مش هتبطلوا تعملوا الطريقة ديت لو اتبعتوا الخطوات ومشيتوا على الطريقة دي ان شاء الله، مش هتبطلوا تعملوها. هي طريقة بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين، حاجات بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. يلا نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى انا هبتدي احط الكركم، هقلبه على الحاجة اللي معانا، الشطة والملح. طريقة سهلة جدا. وبرضو حبة البركة اهي اهي. وهبتدي اقلب الخليط كله كده في بعضه اهو. الكركم ده بقى بيديله لون اصفر كده وبيبقى جميل جدا اهو. وهروح على الليمون واضيف كل الخليط اللي معايا كده بالشكل ده اهو. والليمون برضو اللي انا عصراه اهو هحطه. انا مش عصراه، انا ضرباه بالقشر بتاعه في الخلاط، يعني مش قسمه الليمونه نصين وعصراه، لا انا ضربه الليمون بالقشر اهو. هبتدي اقلب بقى، اقلبه كله في بعضه كده. تلفيه بالملح والشطه كده اهو، تلفيه كويس عشان تتاكدي ان الشطه وصلت لكل الليمون والملح اهو. بسم الله ما شاء الله، ريحته والله جميله جدا. شايفين الميه بتاعت الليمون عامله ازاي؟ اصفي لكم حبه عشان تشوفوها اهي. شايفينها صفرة ازاي وجميله اهي. انا هحطها تاني بس انا بصفي شويه كده عشان اوريها لكم اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله الكركم اللي مخلاها صفرة كده اهي. شايفين شكله جميل ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى بعد ما تعملوه كده، بعد ما تلفوه بالشطه والكركم وحبه البركه والملح، سيبوه ساعه. حطيه كده، غطيه باي حاجه وسيبيه ساعه. انا بحب اعمل الخطوه دي على طول، بسيبه ساعه كده، بغطيه بحاجه واسيبه ساعه وبعد كده اعبيه في البرطمان ماشي. وفي ناس بتعبيه على طول عادي، فانا هسيبه ساعه وان شاء الله بعد ساعه هرجع اعبيه بقى في البرطمان اهو. يا جماعه رجعنا لكم تاني اهو بعد ساعه. بحس بقى لما بسيبه ساعه كده بحس ان هو بيشرب كويس من الحاجات دي بقى. دلوقتي بقى هبدا اعبيه في البرطمان اهو اهو. بسم الله ما شاء الله. ويا دوب البرطمان ان شاء الله هياخدهم يا دوب. بسم الله.
شايفين بقى الليمون، شايفين بقى الليمون بسم الله ما شاء الله، والليمون اللي انا عصراه والحاجه كلها اهي. هحطها عليه كده بالشكل ده اهو اهو. الليمون انا حاطه له الملح اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين البرطمان يا دوب، البرطمان ده انا بعمل فيه على طول، فهو بسم الله ما شاء الله يا دوب خد 3 كيلو، والكيلو الليمون اللي انا عصراه. يا دوب بسم الله ما شاء الله اهو اهو يا دوب ايه ما شاء الله اهو. تعالوا بقى نشوفوا الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. لازم نبتدي نضغط بقى على الليمون بايدنا كده عشان ننزل الميه اللي بليمون والملح دي لتحت، نخليها تتخلل الليمون كله كده اهو، والليمون يكون مضغوط كويس جدا عشان ما يبقاش فيه هوا. لو الليمون فيه هوا الليمون هيبوظ، فاحنا لازم نعمل الحركه دي اهي. بنضغط كويس جدا بايدينا كده اهو اهو. ننزل الميه والليمون بتاعنا والملح والحاجه بتاعتنا دي ونطلع الهواء. كل ما بتضغطي بايدك كده بتطلعي الهواء الموجود بين الليمون وبعضه، وبتنزلي الميه اللي هي مش ميه، اللي هي ليمون، ميه الليمون اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله كده اهو. ما عادش باين خالص اي حاجه ان هي ما فيهاش ميه خالص، كله اهو الميه اهي زي ما انتم شايفين، الميه نازله بين الليمون كله اهو. وشايفين ما شاء الله شكل البرطمان بقى جميل ازاي. حبه البركه مع الكركم والشطه الحمراء عاملين شغل اهو بسم الله ما شاء الله اهو. حاجه جميله جدا، وبألف هنا وشفا يا رب للي يعمله اهو ما شاء الله أهو. كده الليمون كله اتغطى اهو. الليمون كله اتغطى معانا بميه الليمون. نعوز دلوقتي بقى اخر حاجه، وهي ايه؟ شويه زيت، شويه زيت صغيرين كده على الوش، عشان الزيت ده يعمل ماده عازله ما يخليش الهواء يدخل الليمون اهو. على وش الليمون كده اهو ما شاء الله اهو. شويه زيت كده على الوش كده اهو. شويه الزيت دول بقى هيعملوا لنا ماده عازله تمنع دخول الهواء الى الليمون. انا بتكلم لكم بالعربيه الفصحى. شايفين الكيس الصغير الجميل ده هنحطه كده اهو، ونغلق البرطمان. وبكده بقى يا جماعه نكون وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، وعملنا احلى ليمون مكمور بسم الله ما شاء الله. ولو عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تبخلوش علينا بقى باللايك وتعليق جميل كده تحت الفيديو، وان شاء الله باذن الله ننزل لكم فيديوهات جديده. ومع الف سلامه في رعايه الله يا رب.